السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اترددت كتير ان اعمل الترند ده. طبعا هو مكلف، مش يعني مكلف، ومكلف شويتين حلوين، يعني هو مكلف. بس طعمه حلو ولا لا؟ هنجرب مع بعض وهقول لكم النتيجة في الاخر، وبجد هو حلو ولا لا. معايا كوباية من اللبن البودر اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بعمل بالكوبايه المعياريه، لو ما عندكيش بكوبايه الشاي العاديه لكل البيوت. تمام كده. وفي نفس الكوبايه هحط سكر بودر. لو حطينا السكر البودر العادي على السكر اللي هو الفاتح الناعم اللي هو بتاع الشاي العادي اللي هو سنترافيش ده، برده مفيش مشكله، ممكن تعملي بيه برده. بس هو هيغلبنا انه يدوب شويه، لكن الناعم بيوفر علينا كتير. تمام كده. ومعايا نص كوبايه من الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده، لسه الدخان بتاعها شغال اهو، مغليه. ده اللبن المكثف المحلى، ده العنصر الرئيسي والاساسي في الوصفه بتاعتنا. ومكعبين من الزبده. بصي انا بوريك انها طريه جدا، يعني مطلعاها من التلاجة من فتره عشان تبقى سهله عليا في الضرب، لان هعملها بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. هحط بقى سنه من الفانيليا، وده اختياري، اللي حابب يحط ماشي، مش حابب يحط براحته خالص. بس انا بصراحه بحس ان هو بيوديها في حته تانية خالص، وبيخليها ليها طعم وريحه خطيره. هنجرب مع بعض كل حاجه. لو مش حابه الفانيليا ما تحطيش، مفيش مشكله خالص، ده زي ما قلت لك ده اختياري. هنضربها طبعا زي ما احنا شايفين كده، هتبقى باينه معايا في البدايه انها خفيفه. طبعا هي خفيفه لان الميه مغليه وكله سخن في سخن. فلما هتهدى شويه هوريكم النتيجه بتاعتها في الاخر هتبقى عامله ازاي. انا هخليها تهدى، انا مش هسقعها، يعني مش هبيتها، لا انا هشتغل على طول وهوريكم دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده، اهم حاجه انك تتاكدي ان كل حاجه دايبه وكل حاجه بقت مظبوطه معاكي، مفيش حاجه لسه ما دابتش. طبعا حته ان احنا نحط السكر البودر مسهله علينا الدنيا. لو حملت من السكر التاني هتاخد معاكي شويه وقت في الضرب، لكن هتضرب معاكي تمام، مفيش مشكله. الناس اللي ما عندهاش مطحنه ما تعرفش تضرب السكر او ما عندهاش سكر بودر، مفيش مشكله خالص، ممكن نعمل السكر زي ما احنا عارفين. ده السمك بتاعها زي ما احنا شايفين كده، لانها لسه سخنه بتغلي. هستنى عليها لما تهدى خالص. ده بسكوت، البسكوت الشاي الساده بتاعنا العادي خالص. نقي اي نوع بيكون بتاع بسكوت، بس يكون له طعم حلو. انا جايبه اللي هو اولكر. فطعمه وريحته حلوين جدا زي ما انتم شايفين كده. انا مخليه ناعم جدا جدا جدا، يعني مفيهوش اي كلاكيع او حتت مجمده ولا حاجه. ودي كوبايه من اللبن البودره محمره على النار، او واخداه تشويح على النار، عشان كده هو لونه غامق. وده من الافضل طبعا، لان بيبقى طعمه حلو جدا لما بيتحمص بالشكل ده. اهو انا حطيته، وبعد كده ايه حسيت ان هو كتير، بعد كده قلت لا انا هحطهم كلهم تاني، حطيتهم بالباقي ده حطيته كله. دول معلقتين كبار من القشطه اللي هي وش اللبن. يعني انت ممكن يكون عندك لبن وشايله الوش بتاعه زي ما احنا شايفين كده، بتقدري انك تستغني عن القشطه دي وتخوشيها مع عندك زي ما كلنا بنعمل. ودول معلقتين كبار كده من القشطه هننزلهم. ما عندكيش، لو عندك قشطه لباني ما فيش مشكله، عندك القشطه العلب برده ما فيش مشكله، كله شغال يعني. طبعا اللبن المكثف برضو هو بصي هو لسه سخن، يعني هو لسه برضو سخن. انا مش هستنى عليه لما يبرد، انا هستعمله كده عادي. على فكرة هيبقى احسن معايا في التقليب، مش هيضر خالص، بالعكس. هبدأ بقى ان انا اقلب زي ما احنا شايفين كده. حطينا بسكوت مفروم ناعم، لبن بودر عاملينه محمرينه على النار، بس ايدك فيه دايما. انا ما عملتش الخطوه دي لان عملتها في حاجات تانية قبل كده. اهم حاجه ايدك فيه على طول عشان ما يتلسوعش منك، لانه ما بيلحقش، بيبقى نار هاديه خالص عشان بتحرقش منك. وانا بقلب كده حسيت ان لسه في بسكوت، والعجينه بتاعتي لسه ما اتمسكتش، ومحتاجه انها تكون عجينه. يعني وانتي بتقلبي كده هيبقى عجينه. حطيت شويه كمان من اللبن المكثف زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ان انا اعجنها. بص بسكوت فيه حتت بسكوت لسه ما اتقلبتش، لما ده هيتقلب هتبقى معايا عجينه متماسكه. طب ثابت معايا يا صابرين وحسيت ان العجينه بتلزق قوي ومش ماسكه نفسها، هاتي بسكوت تاني وطحنيه وحطي منه، مفيش مشكله. طب انا حسيت انها مسكت قوي وبقت مش عجينه لينه معايا، اعمل ايه؟ طبعا هي لينه كده عشان ايدي فيها عجين. هجيب بالايد التانيه، هوريكي دلوقتي انها مش بتلزق ولا اي حاجه خالص اهو. اهو ايدي التانية عشان نضيفه وما فيهاش عجين اهو، ما بتلزقش ولا اي حاجه خالص. وبقت عجينه لينه خالص اهو، ما فيهاش اي غلطه، عجينتها زي الفل. طبعا عشان ايدي التانية فيها عجين فبتبان انها ملزقه، لكن هي العجينه بتاعتي مظبوطه على الشعره. احنا قلنا لو هي طلعت تقيله معايا معلقتين من اللبن بتاعنا العادي خالص، معلقتين من اللبن. وما تحطيش دلق لبن، معلقه معلقه كده لحد لما تربط معاكي القوام المظبوط اللي انت تحبيه.
اهم حاجه تكون عجينه متماسكه عشان تقدري انك انت تروليها او تشكليها او تعملي بقى الاشكال اللي انت حباها باي شكل. على فكره احنا مش شرط ان احنا نعملها عشان هي بس الوصفه اسمها الخشب او تحليه الحطب، فلازم يكون واخده شكل الحطب والكلام ده كله، لكن نفس العجينه دي ممكن نعملها كويرات ونسقطها برده في الشوكولاته ونحطها في قوالب كب كيك بتاعت الشوكولاته، بتبقى برده طعمها حلو جدا وخطيره بصراحه. وممكن نعمل لها حشوات داخليه، يعني ممكن افكار تانية كتير، يعني نفس العجينه بتاعت البسكوت دي ممكن نعمل لها افكار تانية كتير. طبعا لبن مكثف مكلف، اللي احنا عاملينه مكلف، مش سهل ان هو يعني اي حد ممكن يعمله، بس هو مكلف. فعشان التجربه تطلع حلوه ولا وحشه انا هقول لك دلوقتي في النتيجه الطعم عامل ايه، هل هو يستاهل فعلا ان احنا نعمله ويكون مكلف ويكون مفيش مشكله خالص ان احنا نعمله، ولا هيطلع طعمه مش قد كده وخساره في التكلفه. هقول لك دلوقتي لما نخلص خالص. انا حاولت ان انا اقول لهم كلهم مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. عايز تعملي اتخن برضو مفيش مشكله، عايزه تعملي اقل في الرفع برضو مفيش مشكله، ده بترجع لك انت. انا هحاول بس على قد ما اقدر ان انا اظبطهم عشان كلهم يطلعوا زي بعض قد بعض بالظبط. كده انا خلصت خلاص. هجيب صاج بتاعي او صينيه او اي حاجه هحط فيها ورقه زبده زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا ارصهم. رصيتهم زي ما هم كده زي الفل، هدخلهم بقى على التلاجة خلاص كده يتجمدوا. انا عايزاهم في التلاجة عادي، مش هحطهم في فريزر ولا حاجه، بس هيبقوا ساقعين. حطيتهم حوالي ساعتين 3 كده لحد ما مسكت نفسها. البسكوته بتاعتي بقت شاده كده طبعا لان فيها زبده وفيها اللبن والكلام ده كله، فمسكت نفسها شويه. هبدا بقى ان انا جايبه ايه، جايبه معايا الشوكولاته ومسيحاها، ما حطيتلهاش زيت ما حطيتلهاش حاجه علشان خاطر يكون القوام بتاعها تقيل. مش فارقه معايا بقى لمعه او مش لمعه لان هو خشب، فالخشب اهم حاجه ان هو ياخد تجزيعات شكل الخشب، مش فارقه معايا اذا كان بيلمع او ما بيلمعش. يعني احنا لما نحط الزيت بنحط الزيت عشان خاطر يديله لمعه. لما نحطه في البيتي فور، هنحطه في السابليه، هنحطه في الحاجات دي بنحب ان هو يكون فيه واخد لمعه. لكن الشكل اللي انا عايزاه ده شكل الخشب مطفي اصلا، فمش مشكله خالص ان نقطتين الزيت اللي هنحطهم مش لازم منهم خالص. وطبعا عشان البسكوت انا مطلعه من التلاجة فهو ساقع اوريدي، اصلا هو ساقع. فاول ما بتحطي الشوكولاته فالشوكولاته بتمسك مع الجو ساقعه كمان ما بتسحش. يعني الخطوه دي اساسي اساسي انك تحطيه في التلاجة بعد ما تخلصي التشكيل، لان هيتسهل عليكي كتير. طبعا انا بحاول اعمل في القريب منكم، ما بعملش في الكاميرا من ورا او كده، عايزه اقرب عليكم المسافات بحيث ان يبقى كل حاجه قدامكم. انا هعمل كده 1 2 3 كده قدامكم، وبعد كده انا هكمل وهقول لكم في النهايه الشكل عامل ازاي. حاولي بس تجيبي من الجناب من هنا ومن هنا بحيث انك انت لما تيجي تقلبيه الناحيه التانية ما يغلبناش واحنا بنحط الشوكولاته من هنا او من هنا. كده خلاص تمام زي الفل. اهم حاجه تاخد معاكي شكل الفرشه، لان شكل الفرشه هو اللي هيدينا في الاخر شكل الحطب او شكل الشجر او الخشب زي ما بيقولوا يعني. هنشوف كده. طبعا الحلوه دي حلوه خليجي مش مصري، مش اي دوله تانية، هي دي خليجي. وفي ناس كمان بتحب تحط مع البسكوت بتحط القهوه سريعه الذوبان، يعني ممكن تدوبي معلقه ميه كده في معلقه قهوه سريعه الذوبان وبتحطيها عليها بتشربيها مع القهوه، بتبقى خطيره بجد. بس انا عشان مش كل بيحب القهوه عندي فانا ما حطيتش، لكن طبعا لو انا هاكلها لوحدي وانا من عشاق القهوه فانا اكيد هعملها كده. بصوا كده هقلبها بقى الناحيه التانية، وخلي بالك انها ما بتستحملش، على قد ما تقدري بالراحه خالص، لان برضو هو بسكوت يعني في الاول وفي الاخر هو بسكوت. بالراحه خالص كده قلبيه الناحيه التانية، وهندهن بالشوكولاته اللي معانا نفس الكلام. طب انا حطيت قد ايه شوكولاته؟ انا حطيت حوالي ربع كيلو من الشوكولاته. طبعا بالنسبه لك انت هتحطي الشوكولاته زي ما تاخد معاكي، يعني ممكن ده انا اللي معايا الحبه اللي انا عملتهم دول خدوا معايا ربع كيلو، انت ممكن ياخد معاكي اكتر او اقل على حسب الكميه اللي هتعمليها. طب البسكوت قد ايه؟ برضو البسكوت حسب الكميه اللي تحطيها. احنا لما بنيجي نحط السوائل ما بنحطهاش كلها مره واحده، احنا بنحط السوائل دول حوالي مثلا هنقول 4 كوبايات من البسكوت البودر. حلو كده. بس انت لما تيجي تعملي ممكن تعملي على قدك، مثلا عايزه تجربي ولا حاجه ممكن تعملي كوبايه من البسكوت على حته من المعلقه واحده مثلا من القشطه على حبه من اللبن المكثف المحلى، حبه حبه لحد لما تظبط معاكي العجينه عشان تدوقيها عشان تجربيها عشان ما تبقاش مكلفه عليكي كتير. طبعا اللبن المكثف المحلى احنا ما بنعمله في البيت بيبقى خطير ورخيص عن ما احنا بنشتريه طبعا من بره، بره غالي جدا. يعني بقولك على كل البدايل انك انت ممكن تعمليها، لان في ناس كتير تقولك لا الكميه كتير، لا انا مش عايزه الكميه دي، انا عايزه اعمل اقل من كده. زي ما بقولك كده انت ممكن تعمليها بكوبايه بسكوت واحده بس على قد نفسك. هتعملي كوبايه قهوه، هي ما بتاخدش معانا، هي خطوات هي بتاخد خطوات بس هي ما بتاخدش وقت.
خطوات بس ما بتاخدش وقت، كله سهل جدا جدا. اهم حاجه يكون مثلا تكوني مجهزه لبن مكثف مع عندك، وتلاقي معلقه القشطه من وش اللبن، وكده كل حاجه سهله. تمام كده معايا. بس اهم حاجه وانت بتعمليها، لو هتعملي الوصفه بالشكل اللي احنا بنعمله ده، لازم تكون واخده شكل خشب. طبعا انا خلاص كده هبدا بقى ان انا اقطع. انا جايبه سكينه تكون مشرشره، السكينه اللي هي عاديه مش بصي وانت بتقطعي هتلاقيها كسرت الشوكولاته معاكي. الشوكولاته واحنا بنقطع هتتفتفت، لكن لكن السكينه المشرشره مش هتكسر لا البسكوت ولا هتكسر معايا الشوكولاته. بدات ان انا اقطعها بالشكل ده. طبعا معروف ان الخشب بيبقى واخد شكل بورب كده زي الحطب اهو. هوريكي دلوقتي الشكل عامل ازاي اهو. ادي البسكوتة بتاعتي يا جماعة، بصوا الشكل، بصوا تحفة بجد، تحفة. الشكل حلو قوي لحد دلوقتي، هي خطيرة. انا عايزة اقولك ان ملمسها حلو قوي، الشكل حلو قوي. طبعا انا هدوق، يعني مش هدوق، لا هدوق وهقول لكم طعمها ايه. طبعا الحتت اللي انا قطعتها زوايد انا دقتها خطيره بجد، طعمها ولا اروع، حلوه قوي. سكرها طبعا مظبوط جدا، احنا ما استعملناش فيها سكر غير السكر اللي هو في اللبن المكثف المحلى. وده الشكل النهائي بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو بيحطوا شمعه، فانا بضحك عليكم بحط لكم شمعه بالكهرباء او بالحجاره عشان خاطر اكمل بس الديكور، لكن هي المفروض بنحط شمعه.